بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده جميل، وان شاء الله تتفرجوا عليه ويعجبكم ان شاء الله وتجربوه. هعمل معاكم النهارده طريقه المهلبيه التركيه او كازانديب، اسمها بالتركي كده كازانديب، وهي واخده ترند الايام دي. مكوناتها بسيطه وسهله وموجوده في كل بيت، وطريقه تحضيرها جميله خالص وبسيطه وتاخد وقت قليل خالص يعني، او مكوناتها يعني بتناول كل بيت يعني. وهنعملوها دلوقتي على مش عايزه فرن، على عين البوتاجاز من فوق اهي. وانتي برضو عايزه تزينيها زينها، عايزه تحطها ساده زي ما هتشوفوها من قدامكم يعني قدام في الفيديو اعمليها ساده. لو ما عندكيش مكسرات او اي حاجه ما عادي قدميها ساده. انا اللي قدامكم دي فروتة البطيخ اللي انا عاملاها، او فواكه مجففه اللي انا عاملاها معاكم في الفيديو من الفيديوهات اللي عدت، وسوداني. لو انت ما عندكيش اي حاجات تزينها بيها مش مشكله، مش لازم تزينها، قدميها ساده زي ما هنوريكم دلوقتي. هي هنا بقيت بعد ما استوت كل شغلها على عين البوتاجاز. مقاديرها بقى معانا كوبايتين ونص لبن اهوت، معلقه ونص نشا، معلقتين دقيق، معلقه الاكل، معلقه صغيره فانيليا، صفار بيضة. ممكن تستغنى عن صفار البيضة لو انت مش عايزة تحبش البيض يعني. ربع كوباية اللي انت بتعيري بيها سكر عادي. وتقلبي كده المكونات كلها مع بعضها لحد ما تدوب خالص، تأكدي للسكر داب. تيجي رافعاها بعد كده على النار اهو، ترفعها على النار اهوت، وايديكي فيها على طول، ما تشيليش ايديكي منها عشان الدقيق بيرقى تحت وممكن يكلكع منك اهي. ممكن عايزه بقى تحطي برضو على حسب رغبتك، برضو تحطي معلقه زبده او معلقه قشطه فيها، ما عندكيش مش مشكله. يبقى البيض والزبده او القشطه ممكن تستغنى عنهم. ده القوام بتاعها، المفروض قوامها يبقى كده اهوت. اول ما تفقع على النار كده تشيليها، تيجي جايبه بقى صينيه تانية فاضيه، تحط فيها معلقتين سكر عادي برضو على النار، على نار متوسطه. ما تجيش يما السكر خالص لحد ايه ما تشوفيه ساح قدامك كده. تبداي بقى عايزه تقلبي فيه قلبي فيه، ممكن تضميه على بعض زي ما عملت كده في الصينيه كده. وعايزه تقلبي بقى دلوقتي تقلبي اهو، تفرديه في الصينيه اهيت. اول ما ياخد اللون الذهبي معاكم كده او العسلي، تبداي تقلبي فيه وتوزعيه في ارضيه الصينيه اهو. حطيت بقى تجيبي معلقه واحده او معلقتين من المهلبيه اللي انت عاملاها، وتبقى المهلبيه سخنه واللي قدامك ده ساخن، وتوزعوهم تضربوهم في بعض كده، توزعوهم في ارضيه الصينيه. ضربيهم مع بعض وتوزعوهم في ارضيه الصينيه. تيجي حاطه بقى بقيه ايه الكريمه عليها او المهلبيه عليها. والمقادير يا جماعه ديت اعملوها صينيه كبيره، عندي شويه الصينيه دي طلعت صغيره عليه اهي. وتسيبها بقى تفرديهم كده وتسويها، وتسيبها برضو على النار 5 دقايق، على نار متوسطة 5 دقايق. تفقفق قدامكم كده، تسيبها 5 دقايق، بعدين تشيليها بقى، تسيبها تاخد على حرارة الغرفة، تبرد خالص تاخد حرارة الغرفة. تبدأي بقى تقطعيها، تقطعها مكعبات زي او قطع زي الكيكة، او تعملها رول زي دي كده. والافضل اعملها مكعبات عشان الرول بيفتح معاكم زي ما انتوا شايفينها كده، بيقطم معاكي كده اهيت. دي ممكن تقدميها سادة زي ما هي كده، يبقى لازم تسيبيها تبرد تاخد حرارة الغرفة بعد ما تسويها على عين البوتاجاز. عايزة بقى تزينيها اي حاجة عندك، عايزة تقدميها سادة زي دي قدميها سادة، هي طعمها جميل مش عايزة اي اضافات عليها اهو. دي فروتة البطيخ اللي انا عاملاها، او الفواكه المجففة اللي انا عاملاها معاكم في الفيديو. فواكه مجففة وسوداني انا زينتها بيها. ما عندكيش اي حاجة تزيني قدميها سادة اهي. تيجي بقى تقطعي بقى كده وتقدميها بقى للضيف عندك ولا للأولاد ولا في البيت يعني، تتقدم في البيت لأي حد يجي يعني، أو في الأسرة تتناولها يعني أو تاكلها. طعمها جميل ولذيذ خالص، وطريقة تحضيرها بسيطة وسهلة وقصيرة، ومكوناتها كلها في البيت. وزي ما قلت لك، عايزة تستغني عن الصفار البيضة تستغني عنها، عايزة تستغني عن معلقة القشطة أو الزبدة تستغني عنها. والمكونات هتلاقوها في تحت صندوق الوصف عند كلمة المزيد، اضغطي عليها هتطلع لك الايه المكونات بتاعت الايه المهلبية. ولو انتوا سمعتوا الفيديو يا حبايبي بتاعي لحد دلوقتي وعجبكم، اعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك اللي هو اعجاب، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. شكلها جميل وتحفة وطعمها لذيذ خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.